بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في البداية دعواتكم لأهلنا في فلسطين، دعواتكم لأبائنا وأمهاتنا وإخواننا اللي توفاهم الله، ربنا يجمعنا بهم في جنات النعيم، ودعواتكم لكل مريض بشفاء العاجل يا رب العالمين. وما تنسوش دعواتكم لأهلنا في السودان الشقيق، ربنا يجمعهم على كلمة الحق، امين يا رب العالمين. يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لاول مره يشترك معنا بالقناه، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. وطبعا منتظر تعليقاتكم على كل الموضوعات اللي بنتكلم فيها باذن رب العالمين. نبدا من عند الفيفا وكاس العالم. الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان رسمي ليه قال انه رفع جائزة بطل مونديال 2026، بطل كأس العالم في كندا والمكسيك وامريكا، رفع الجائزة البطل الى 50 مليون دولار. 50 مليون دولار. وايضا هتبشبش على كل المنتخبات اللي هتشارك في كأس العالم، وهنا بريدة والبشبشة جاية بشبشة يا باشا، مبلغ 10 مليون دولار لكل منتخب مشارك. يعني المنتخب المصري ليه 10 مليون دولار. اللعيبه دلوقتي تلاقيهم ماسكين تليفوناتهم وبيحسبوا على التليفون 10 مليون، احنا مكافئتنا كام، كسبنا ما كسبناش، رحنا ما رحناش، جينا ما جيناش، هناخد كام يا معلم في الكاش. كوالك الحسبة كده 10 مليون. يعني يحلوا أزمة بقى ونطور ونعمل يا عم، ونجيب مدربين على أعلى مستوى ونحط خطط يا عم هانا 10 مليون دولار يا جدع، وتسدد المديونات اللي عليك، وتسقي الشارع اللي فيه الجبلايه حاجة ساعة كله يا معلم، وحتة جاتوه صغيرة كده تبقاش مش على تروق اللي عليك يا عم 10 مليون دولار يا عمنا. يا عم الحمد لله رب العالمين. دلوقتي حسام حسن يقول لك أنا اللي جبتهم، أنا. المهم كمان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن أنه توصل لاتفاق مع الاتحادات القروية. قال لك الاتفاق تم على تخصيص جزء من عائدات كأس العالم 2026 لمساعدة غزة في الظروف الصعبة اللي بيعاني منها السكان، بعد اجتماع لقادة أو رؤساء الاتحادات الكروية. إن شاء الله بإذن رب العالمين يدفعوا مبلغ حلو لأهلنا في فلسطين بإذن رب العالمين. ربنا كريم إن شاء الله. ده بالنسبة للاتحاد الدولي وكأس العالم. خش بقى على السريع على طول، اطلع بالمستند الأول. لا ده مش الأول، طب المستند، لا ده المستند كام؟ الرابع والعشرين ده ولا الثاني والعشرين؟ الثاني والعشرون. المستند الثاني والعشرون من تامر عبد الحميد بيفضح في مجلس إدارة نادي الزمالك. وديته الفلوس فين يا هريدي؟ وديته الفلوس فين يا هريدي؟ اسمع يا معلم، يقول لك ايه؟ المستند الثاني والعشرون. اقسم بالله، هو يقسم تامر عبد الحميد لاعب نادي الزمالك السابق اللي مجلس اداره حسين لبيب حطه في دماغه وقرر انه يشطبه بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعيه العموميه، وتم احاله الامر الى مجلس اداره نادي الزمالك اللي لن يتوانى في شطب عضويه هذا الرجل الذي اتضح فيما بعد ان كل الكلام اللي قاله صحيح مليون في المية، والنيابة اعلنت ذلك، لكن اللجان شغالة كله على ودنه للهجوم واهدار دم هذا الرجل الطيب. بيقول لك ايه تامر عبد الحميد؟ اقسم بالله لو محمود الخطيب او محمود طاهر ماسكين الزمالك كانوا هيشتغلوا لمصلحة الزمالك اكتر من الجماعة البياعين دول. قال لك ممدوح عباس دفع للمجلس 5 مليون جنيه للاوقاف عشان يروحوا تبرع من ممدوح عباس لنادي الزمالك عشان يدفعوا فلوس الاوقاف، ومش قادرين يدفعوهم. يعني فلوس 5 مليون بقى اداهم هيدفعوا فلوس الاوقاف، فخدوا الفلوس ما دفعوهاش كلها للاوقاف. عشان كده الاوقاف بتتكلم في حوالي مليون الا ربع، او حوالي 870 875 900 الف جنيه. يعني قال لك ايه؟ مش قادرين، وسايبين ارض النادي تضيع مقابل 800 الف جنيه، وفي نفس الوقت رايحين يدفعوا مليون وربع ايجار سكن لمدربين اجانب. ده اسمه ايه؟ اداره؟ لا. عشوائيه؟ لا. ده اسمه استهتار بالنادي وتفريط في اصوله. طبعا نشر مستند بيتكلم عن التبرع اللي ممدوح عباس صرفه. قال لك الموضوع رقم 71، ده محضر من محاضر جلسات اجتماع نادي الزمالك
قال لك ايه؟ اطلع المجلس على الطلب المقدم من السيد ممدوح فتحي عباس بشأن الموافقة على قبول التبرع بمبلغ 5 مليون جنيه فقط لا غير لسداد مستحقات هيئة الأوقاف المصرية. القرار: أولا، قرر المجلس الموافقة على قبول التبرع المقدم من الأستاذ ممدوح عباس لسداد مستحقات هيئة الأوقاف المصرية، يعني إنه واخدين الفلوس عشان يسدوها لهيئة الأوقاف. ثانيا، توجيه الشكر لسيادته على مبادرته الكريمه. ثالثا، مخاطبه الجهه الاداريه الموافقه على قبول التبرع. وديتوا الفلوس فين يا حسين يا لبيب بتاعت ممدوح ممدوح؟ انا لو مكان ممدوح اوقاف اللي بتطالبكم ده، انا مديكم 5 مليون جنيه علشان ننهي قصه الاوقاف. وديتوا الفلوس فين يا وديت الفلوس فين يا حسنين؟ نادي الزمالك طبعا بعد الاستاذ رسلان، الدكتور رسلان المتحدث الرسمي باسم وزاره الاوقاف، ما تحدث عن ازمه ارض نادي الزمالك، ووضح ان في ارض تم استبدالها وفي الزمالك دفع مبلغ منها، وفي ارض مرتبطه قال لك دي حق انتفاع، ما في مش بيع، مده 20 سنه ولا تجدد تلقائيا، بتجدد بموافقه الطرفين يعني. فمصدر من نادي الزمالك ردا على تصريحات الدكتور رسلان قال لك ايه؟ والله هو المسؤول بتاع الاوقاف لما طلع اكد ان احنا بندفع الاقساط في ميعادها، يعني القسط الاخير لسه ميعاده اخر موعد ليه 26 اغسطس 2026، ومفيش للكلام داعي ولا مجال للحديث عنه. ده قال لك حق الانتفاع مدفوع ايضا حسب الاقساط. يعني في ايه؟ قال لك حق الانتفاع مدفوع ايضا حسب الاقساط المتفق عليها بين الطرفين. يعني في انتفاع، يعني خالد غندور ارض 100 عقبه مش ملك نادي الزمالك يا خالد يا غندور، ملك الاوقاف، وانت واخد حق انتفاع وسايباك زي ما سايب النادي الاهلي، مش زي ما طلعت وقلت هم سايبين اشمعنى النادي الاهلي وماسكين في ارض نادي الزمالك. قال لك لدينا قسط مستحق قبل نهايه ديسمبر بقيمه 125,000 والشيك الخاص بيه جاهز، ده فيما يخص جزء الارض الخاص بالحق الانتفاع. وكمان قال لك بقى مسؤول الاوقاف هيطلع على قناه الزمالك يوضح الامور ويبقى كله 100 فل و10 وكله اتعشى وكله تمام التمام وكله تراضى، يعني يطمن الجمهور، يطلع طبطب على الجمهور وطيب خاطر جمهور يا مسؤول يا بتاع الاوقاف، طيب خاطر جمهور نادي الزمالك، خده في حضنك، احنوا عليه يا استاذ يا دكتور رسلان. يعني المهم، كنت اتكلمت مع حضراتكم امبارح عن الخناقه اللي حصلت ما بين احمد عبد الرؤوف واحمد حمدي. احمد حمدي عريس جديد، يعني بيتهيألي ما كملش اسبوعين 3. المهم نازل التدريبات، حتى كمان اتريقوا عليه في مباراه كهرباء الاسماعيليه لما لعب كوره لوحدها قلشت كده وراحت في حته، قال لك العريس وصل. المهم التدريبات امبارح عمل عربي بيدوا تعليمات، الراجل شايف ان الدنيا مش حصلت مشاده ما بينه وما بين احمد عبد الرؤوف، اطلع ما انتش هتتدرب معايا. والراجل اتدرب بشكل منفرد، واساسا احمد حمدي عاوز يخلع من نادي الزمالك. ليه؟ راجل يا عم عريس كتير جديد وصارف مصاريف بقى وفرح وبتاع وقاعه وجايب جاتوهات وحاجه ساعه وصارف وكلف، يعني ففي فلوس، مفيش فلوس، مفيش مستحقات. ده حتى العمليه اللي عملها رباط عملها على حسابه وحولوا له 2000 دولار وكان فضحهم. حد عنده مش عارف ايه بنك مش عارف ايه 2000 فضحهم على السوشيال ميديا. تابعتوا انتوا القصه طبعا. فهم كانوا بيحاولوا معاه اليومين اللي فاتوا دول يجدد ايه يا عم؟ اديني فلوس القديمه علشان نتكلم في الجديد. سلمني نضيف اسلمك نضيف، لكن مش هتسلمني عليك ديون وكمان هتتلتل الديون على الديون، وفي الاخر ده احنا جايين لخناقه دلوقتي بسبب المستحقات. رؤى مع ايمن عبد العزيز، بس نخلص من احمد حمدي. له فلوس، جدد يا عم احمد، اجدد من عينيا، بس اديني الفلوس القديمه يعني اللي عملها والعمليه وكلام. طب اصبر علينا شويه، اخوك مزنوق يا محيي، مسنوق يا محني. طب ايه المطلوب؟ جدد. طب نتفق، ما وصلوش لاتفاق. فبالتالي احمد حمدي بيلعب وهو قرفان، احمد حمدي بيلعب وهو متضايق، مفيش راحه. يعني بنسبه كبيره احمد حمدي ممكن يخلع عن نادي الزمالك بنهايه هذا الموسم لو لم ياتيه عرض في يناير المقبل. يعني بيانات نادي الزمالك والكلام عن ارض الاوقاف، والبيان اللي طلع امبارح اتكلم فيه احنا بنحترم النيابه وتحت امر النيابه واحنا الكلام ده كله. الكابتن شوبير قال لك البرنامج الاذاعي الصباحي بتاعه النهارده الصبح، قال لك انا تعبت من كتر البيانات من اداره نادي الزمالك. اوعى تسخن علشان الاكله ما تتحرقش، مجلس اوعى تسخن، اهدى شويه علشان تاخد مصلحتك. لكن بيانات الموضوع مش هيمشي كده. اتقل تاخد حاجه نظيفه، اتقل، احنا في زمن الحريفه. المهم استاذ ايمن عبد العزيز، كابتن ايمن عبد العزيز
المدير الفني المساعد مع روي فيتوريا، اللي روي فيتوريا قال لك مش عايزه، جابوا حازم امام واداله في الشهر تقريبا 70,000 جنيه وما عملش حاجه يعني، وهو بشهادته يعني. حتى بعد ما مشي من المنتخب قعد مع مهيب قال لك المدير الفني هو بيعمل ايه يعني؟ ده 10% تكتيك يعني قعد على قد ما قعد ما عرفش. وطلع يقول لك المدير الفني حفز اللعيبه، يتكلم مع اللعيبه، لكن التكتيك بتاع المدير الفني ما لا يتعدى 10%. حلو، ده الواجهه. المهم اشرف رؤى كان طلع اعتقد مع مهيب برنامج تلفزيوني، كان يتكلم فيه عن مستحقاته لدى نادي الزمالك وليه فلوس 5,800,000 جنيه. كمان اتكلم عن الظروف الصعبه اللي في نادي الزمالك، لدرجه ان قال لك لما كنا بنروح الفندق ونقعد نتغدى كنا بناخد بواقي الميه، نفضل الميه ونقعد بواقي عشان ما فيش فلوس في النادي يجيبوا لنا ازاز ميه في التدريبات. جوزيه جوميز كتر خيره وعمل اللي عليه وجاب كراتين ميه على حسابه مره واثنين وثلاثه، واحنا كنا بنوفر نروح ناكل في المطعم في الفندق ونروح واخدين الازاز الميه معانا ونحطها في الشاور ناخد عشان نشرب واحنا بنتدرب، بدل ما النادي مش قادر يوفر لنا. وليا مستحقات وليا فلوس والكلام ده، والبند انا وقعت على بياض مع نادي الزمالك وغفلوني، ولقيتهم حاطين بند بعد كده انه من حق نادي الزمالك يفسخ عقده من طرف واحد، وما كنتش اعرف حاجه عن هذا البند. المهم يعني ايمن عبد العزيز لاعب نادي الزمالك دمه فار واتعصب وحصلت له غيره على نادي الزمالك، فطلع هاجم اشرف رؤى. قال له انت ايه يا راجل، انت في ايه يا راجل، انت ده ايه اللي انت ايه الاساتوك ده اللي ماشي توك، عيب يا راجل، انت ده في عيب عليك في السن ده يطلع منك كل عيب يا راجل. ايمن عبد العزيز قال له ايه؟ النادي خيره عليك، ايه المشكله يعني لما تصبر على مستحقات سنه واحده؟ ايه المشكله يعني؟ ليك مستحقات اصبر عليها سنه يا جدع، انت مش قادر تحملنا يعني يا اخي. احترم النادي اللي خيره عليك وجابك من لا شيء وعمل منك لاعب مشهور ومعروف، احترم نفسك. وانت بتتكلم عن نادي الزمالك عيب يعني. انت ايمن عبد العزيز لو انت في موقفه وليك فلوس ومستحقات مش هتاخدها من نادي الزمالك، ولا هتخش مع نادي الزمالك في قضايا، ولا هتطلع ولا هتتكلم ولا انا ما هو اللي بينصح يبقى نفذ. يعني النهارده ان انا ما اكونش مقضيها شكاوي نادي الزمالك واطلع انصح حد اقول له ما تشتكيش، يعني زي ميدو مثلا ما اشتكى نادي الزمالك في عقد ممنوع عشان مستحقات، وطلع قال لك يا جماعه ما تستحقش تشتكوا، ده ما ينفعش. هل ايمن عبد العزيز كده؟ احنا جايين له دلوقتي يعني. لكن تعالوا ناخد راي او رد رؤى. هو طبعا زي ما قلت لحضراتكم ايمن عبد العزيز قالوا انت احترم النادي اللي جابك وخيره عليك، انت ما كانش حد يعرفك وبقيت لاعب مشهور واحترم نفسك فرؤى قال لك ايه؟ انا الحمد لله ما رحتش الزمالك من لا شيء، مش مشكلتي ان حضرتك ما تعرفش حاجه، مش مشكلتي ان حضرتك ما تعرفش حاجه عني من قبل ما اجي الزمالك. انا معدي 100 ماتش ولعبت منتخب اولمبي ومنتخب اول، انا ما رحتش الزمالك من لا شيء، وانت عارف انا مين وابن مين، وماليش في الهجايس اللي بتتكلم فيها. يعني هو شايف كلام ايمن على الهجايس ده، ياه ما اكتر الهجاصين والهجايس على شاشات التلفزيون. يعني ركز في شغلك. ده اشرف رؤى بيقول لايمن عبد العزيز انا ماليش في الهجايس اللي بتتكلم فيها، ركز في شغلك بدل ما انت كل فرقه بتمسكها بتفشل وتمشي. انا قعدت 5-6 شهور ما دخلش بيتي جنيه وما طلعتش تقول وما تطلعش، بيقول لي ايمن ما تطلعش تقول اي كلام فارغ عني. ادي يا جدي. طب بس كده؟ فتعال نشوف بقى ايمن عبد العزيز اللي بينصح رؤى يقول له عيب يا اخي، اصبر سنه واحترم نادي الزمالك يا راجل اللي عمل منك مش عارف ايه وانت ولا حاجه ولا شيء. طب شوف كده يا معلم ايه المكتوب ده؟ ايه المكتوب ده؟ ازمه بين ايمن عبد العزيز ومجلس الزمالك بسبب $100,000. قال لك دخل ايمن عبد العزيز لاعب نادي الزمالك ونادي الزمالك في ازمه مع مجلس الاداره ورئيس ممدوح عباس بسبب عدم حصوله على مبلغ $100,000 قيمه السلفه الماليه اللي دفعها من جيبه الخاص لاتمام التعاقد مع نادي طرابزون سبورت التركي في بدايه يعني هو كان جاي من طرابزون تقريبا على نادي الزمالك، فالزمالك قالوا ما معناش نخلصك فادفع انت من معاك وتعالى وبعد كده هنديك. ما صبرش عليهم، دفع بس ما صبرش عليهم. هو دلوقتي بيطالب محمد اشرف رؤى ولا ما اشرف رؤى انه يصبر
انه ايه؟ انه يصبر عن الزمالك، في نفس الوقت هو ما صبرش. هل بس كده ايمن عبد العزيز؟ ال 100,000 دولار دول هم الازمه؟ لا، خد عندك 3 مليون جنيه خدهم، وكان المفروض بند اعلانات والقضايا بقى، والزمالك رفع عليه قضايا، وهو بدل ما يحترم نادي الزمالك اللي عمل اسمه ويرد الفلوس، لا، ضرب على ال 3 مليون، والمحكمه حكمت له انه قال لك ده جزء من بنود التعاقد. قال لك الزمالك يخسر قضيه ايمن عبد العزيز. بتخسر الزمالك قدامك، يعني الزمالك يخسر وانت تكسب؟ الزمالك اللي عمل اسمك تحطه في هذا الموقف الصعب. قال لك ايه يا معنانا يا اخي؟ والله الناس بتقول حاجه وبتعمل حاجه تانية. قال لك خسر نادي الزمالك القضيه اللي كان رافعها ضده لاعب نادي الزمالك، او القضيه اللي كان رافعها ضد لاعب الزمالك ايمن عبد العزيز لمطالبته. والزمالك كان بيطالب ايمن عبد العزيز انه يرد 3 مليون جنيه قد حصل عليها تحت بند الاعلانات طبقا للتعاقد المبرم بينه وما بين النادي منذ قرابه العام. الكلام ده كان في 2011 في عهد رئيس النادي السابق ممدوح عباس. كشف مصدر قال لك ان اهم ما استندت عليه المحكمه في صدور الحكم هو ان العقد بين اللاعب والنادي يتضمن بندا صريحا ينص على ان بند الاعلانات جزء لا يتجزا من العقد، وعدم تنفيذه يلغي التعاقد، وهو ما صب في مصلحه ايمن عزيز، وجعل الحكم يصدر لصالحه. ورفض المحكمه حجه الزمالك بان اللاعب حصل على 75% من قيمه عقد الاعلانات عند بدايه توقيعه للنادي، ثم بعد ذلك تمت اعارته مرتين. يا ايمن يا ايمن، تقف في المحكمه امام نادي الزمالك اللي خيره عليك وعمل اسم، هو انت كنت ايه قبل نادي الزمالك يا ايمن؟ يعني المحاكم تشهد وصفحات الجرايد تشهد، جاي تقول للراجل اصبر الزمالك خيره عليك، ما تصبر سنه. ما صبرتش انت ليه؟ ما تنازلتش انت ليه يا ايمن لنادي الزمالك؟ كمان اشرف رؤى ردا على ان الكلام طلع من مصادر من الزمالك ان اللي ماشي اشرف رؤى هو جوزيه جوميز. يعني جوزيه جوميز هو اشرف رؤى نشر من خلال حسابه على انستجرام جزء من محادثه واتساب بينه وما بين جوزيه جوميز. يعني بيقول ان هو جوزيه جوميز مش هو اللي مشاه. يعني دي نص المحادثه والتعليق بتاع رؤى. طبعا هو ناشر هالو رؤى ايام جوزيه جوميز اي وود لايك تو توك 1 مينيت وذ يو، اتكلم معاك دقيقه، هاي كوتش. وبعدين ايه اشرف رؤى قال لك ايه بقى؟ البوست اللي كتبه على حسابه على انستجرام قال لك ايه؟ دي اخر مره هتكلم فيها بخصوص الموضوع اللي اتكلمت فيه امبارح. ده الشات اللي جوميز بعتهولي علشان يتكلم معايا كان يوم 10/7، وكان اخر ماتش اللي هو الجيش في الكاس 21/8، يعني في مدة شهر و15 يوم. ما اظنش ان هيكون في مدرب كاتب تقرير في لعيب انه يمشي وهيكلمه بعد ما يمشي بشهر ونص ويشكرني على الفترة اللي قضيتها في النادي، وانه لقاني من اكتر اللعيبة اللي لعبت ماتشات في الكونفدرالية. وانا لما ذكرت اسمك يا كابتن عبد الواحد، ده كان عبد الواحد بيشكك، عبد الواحد السيد بيقول ان السبب ان اشرف رؤى يمشي مش احنا ولا نادي الزمالك، ده تقرير فني كتبه جوزيه جوميز. فهو هنا بيرد على عبد الواحد السيد، قال لك انا اما ذكرت اسمك يا كابتن عبد الواحد عشان انت عارف انا بحبك ازاي وبحترمك، وكنت فاكر ان حضرتك هتقول كلمه الحق. يعني كمان كدابين ما بيقولوش كلمه الحق، هو بيقول لك كنت فاكرك هتقول كلمه الحق اما حد يكلمك في الموضوع، وحضرتك قلت ان جوزيه جوميز هو اللي كاتب تقرير بالناس اللي هتمشي وكان اسمي فيها. طيب وقسما بالله، ده قسم على، هو قسم اشرف رؤى، وقسما بالله وقسمت حاسب بيه قدام ربنا، حضرتك قلت لي يا خبر ابيض، حضرتك قلت لي ان مجلس الاداره اللي مبلغك بمشياني، وانا ما عنديش مشكله في حاجه مع حضرتك، انا بحترمك وبحبك وحضرتك عارف كده. اما بالنسبه للكابتن ايمن عبد العزيز، حبيت بس اوريك اني ما بعلقش حاجه على شماعه او بتحجج زي ما قلت، لان انت مدرب اهو ومقتنع ان الكره ما فيهاش تكتيك، فاكيد يعني مش هتكلم لعيب عندك انت ممشيه وهتشكره مساءك فل. يعني كمان بيقول عبد الواحد السيد طلع كذاب ومدلس ولا يقول الحقيقة. الدنيا خربانة، الدنيا بايظة خالص عند الناس دي يا جماعة، ما اعرفش بصراحة. النادي الاهلي وحامد حمدان، يبدو ان حامد حمدان زي ما قلت حضراتكم امبارح يقترب من النادي، لان كنت قلت حضراتكم من اول القصة ان النادي الاهلي يعني ما فيش ميول قوي لحامد حمدان الا لو اليو ديانج راح، لكن بعدها قلت ان النادي الاهلي دخل في الموضوع ربما يرحل احمد رضا، الكلام ده قلت حضراتكم امبارح اول امبارح.
احمد رضا بنسبه كبيره ممكن يرحل عن النادي الاهلي، فالنادي الاهلي يجيب حامد حمدان. مصادر من النادي الاهلي تتحدث على ان بعد عرض حامد حمدان على ياس تروب، وقال لك شايف ان الراجل امكانياته، هو كان طبعا لعب معانا مباراه بتروجيت وكان شافه، لكن لعب وتالق حامد حمدان في كاس العرب يعني. تروب قال لك ان هو لاعب جيد ومفيش مشكله، والنادي الاهلي حتى لو اليو ديانج هيكمل مع النادي الاهلي مفيش ما يمنع ان حامد حمدان يكون موجود في النادي الاهلي، رغم ان بيراميدز ايضا امبارح نفى انه دخل في مفاوضات جديده، كان مفاوضات في الصيف الماضي ويا قاضي ودق الشماسي الصيف الماضي في الانتقالات الماضيه، لكن طلعوا قال لك ما فيش اي مفاوضات ولا في اي كلام من اللاعب او وكيله او النادي بتروجيت في هذا التوقيت في الانتقالات يناير، لكن في بيراميدز داخل في القصة، لكن اللاعب رغبته هي النادي الأهلي. في النهاية كل التوفيق للنادي الأهلي بإذن رب العالمين. شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته. أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. شكرا على حسن المتابعة، ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.